سأضع حدا للنزال. هذا إن استطعت. حسناً إذن أيها الحصان. لا فائدة، لا فائدة. لقد عزمت على الفوز ولن أخسر أبداً. هاجم بكل قوتك. إن العين لا تقاوم المخرز. هذا مخيف. إعصار في الملعب. يا إلهي، ما هذا؟ أيعقل أن نزال بلابل؟ الفوز لي، الفوز لي، الفوز لي أنا. أيها الحصان. لذيذ جدا، ممتاز، لقد أثمرت جهودي. أحسنت صنعا يا كمال، أنت اللاعب الأول في العالم بلا منازع. يا إلهي، لا أستطيع التحكم في الحصان المجنح. يستحيل أن تكون هذه النهاية. مستحيل، دوران الحصان يتباطأ، إنه يكاد يتوقف. أجنحة الحصان تتمزق. ما العمل؟ أحقا لا يمكنني الفوز على كمال؟ ما بك؟ ألم تكن تريد أن تريني المعنى الحقيقي لنزال البلابل؟ أنت لست ندا لي فاعترف. يمان، كن حذرا. هل قررتم الاستسلام؟ عفيف، لم ينتهي الأمر ولن ينتهي. اهتفوا هيا، أين أصوات التشجيع؟ اصمت يا يمان. لا تتهاوى. أصدقائي، أعد إلينا السعيدة كما كان من قبل. انتقم لي يا يمان ورد إلى أبي العتاتيق اعتبارها. ميؤوس منه حقا. نحن هنا لكي ندعمك ونشجعك. ابذل جهدك. إن هذا رائع، لا تدخر جهدا. يمان، نحن وراك، سنشجعك حتى النهاية. شكرا لكم. نسيت للحظة أمرا مهما جدا. نسيت أني لا أقاتل هنا وحدي. ما الذي قد يعطيك إياه التشجيع؟ اعتمادك الوحيد يكون على القوة. إنه يبكي. أهذا أنت أيها الليث؟ لماذا تبكي؟ هل أنت حزين؟ أتعرف أن كمال على خطأ؟ ما هذه الترهات؟ فهمت، لا بأس، سأفعلها. ما الذي يجري؟ ترى ما الذي ينوي فعله؟ لا فائدة مما تفعل، كله عبث في عبث. سأدمرك أمام أصدقائك الذين جاءوا ليشجعوك. لا يزال لدي سلاح أخير أحتفظ به للنهاية. ألا يزال هناك مزيد؟ ولكن من أين حصل ليث الضار على مثل تلك القوة؟ لا أصدق ما أراه. ماذا يريد أن يفعل الآن؟ هيا أيها الليث، إزار! هجوم الأعاصير المتعدد. والآن هجوم! لا يمكنك أن تتجنبها. انتبه!
دمر دمر! اجمع قوة الحيوانات، وحدها جميعا معا، ثم اقضي عليه. هذا فظيع. لا تخسر أيها الحصان! لا تخسر أيها الحصان! لا تخسر! لا تخسر أيها الحصان! لا فائدة، مهما على صراخكم فلن يتغير أي شيء. لا، ليس صحيحا. ماذا؟ نزال البلابل ليس لتدمر خصمك. قلت لك هذا سابقا، ولا أزال مصرا عليه بلا شك. كنت أفكر في الفوز مثلك، أفكر في الفوز وحده، ولكن صوت الجميع عاد وذكرني ثانية. ما معنى هذا؟ في نزال البلابل لا تغدو قويا وحدك، بل بوقوفك أمام خصمك ومنافسته بشرف. الشيء الأهم هو أن تتخلص من أنانيتك وتستمد قوتك من الآخرين. وإذا شجعتني أصوات الذين باريتهم فلن أخسر. أحسنت يا يمان. سأريك كيف سأوقفك. سأوقف قوتك وغضبك وهجومك أيضا. وأخيرا صوت الليث الضاري. ما الذي تقوله؟ انظروا هناك. ما الذي يفعله؟ الحصان يتجه إلى الأعلى. إنه يستفيد من الأعاصير التي ولدها الليث، محاولا الاتجاه إلى الأعلى. ولكن ما الذي ينوي أن يفعله من وراء ذلك؟ ما هذا؟ عندما يمتص اللاعب قوة خصمه وغضبه يصير أقوى. يمكنني الآن أن أستعيد أجنحتي التي مزقتها. هذا يكفي. أنت لم تشاهد ما الذي مررت به، ولهذا لن تستطيع امتصاص قوتي. أين بلبلك؟ ابحث عنه في المدينة المجاورة فقد تعثر عليه. أرأيت أنك لست ندا لي؟ اعترف بذلك. غير صحيح. الحصان لم يذهب إلى أي مكان. ما هذا الكلام الجنوني؟ كيف تعرف ذلك؟ لأنني لا أزال أسمع صوت دورانه. لقد عاد ثانية. عندما تتصل النجوم تولد المجرة، وعندما يتصل البلبل بالبلبل تتولد العلاقة. والهدف من لعب البلابل ليس تدمير الخصم، بل توطيد العلاقة بين اللاعبين بخوض المعارك. ما فائدة العلاقات؟ لقد بنيت قوتي وحدي. لم أستسلم لحظة واحدة، وعدت من وادي الذئاب لأدمرك وحدي. لست وحدك. ماذا؟ ألم يكن الليث الضاري معك في كل خطوة خطوتها أيها الحصان؟ هذه هي قوة الحصان المجنح. انطلق بالقوة القصوى. هجوم الإعصار المدوي. أيها الليث، هذا صحيح. لقد كنت بجانبي طول الوقت. أجل، أنا أعترف. لقد انتصر يمان. لقد خسرت، ولكني لم أكن وحدي. أيها الزعيم. ما هذا؟ تلك المروحية.
كانت معركة جميلة. لقد أمتعتني وأذهلتني يا سيد يمان. هذا أنت؟ أنت يا عزام؟ ما قصة ذلك الشخص الغامض الذي ظهر فجأة؟ هل هو لاعب بلابل؟ بدا يمان مصدوما برؤيته وكأن أحدهما يعرف الآخر. ستبدأ من الآن فصاعدا رحلة يمان في مطاردة ذلك الشخص. لا أعلم الكثير عن ذلك، ولكن يمان يريد أن يعثر عليه بأي ثمن. تابعوا الحلقة القادمة لتعرفوا ذلك، وعنوانها الحقوا بالذئب.